السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مع تصاعد التوترات والتحديات الأمنية اللي جاي نشوفها أخيرا، باتت احتمالات نشوب حرب كبيرة تستهدف المجتمع الغربي بالدرجة الأولى من البديهيات اللي ما يصير نتجاهلها. وبهذا السياق من المهم استعراض السيناريوهات والتوقعات المحتملة لهذه الحرب وتأثيراتها العميقة على مختلف جوانب للحياة المسلمون بالغرب. بالأول حتى نفهم طبيعة الصراع الدائر. مع الأسف الإعلام يقول بأن الروس اجتاحوا أوكرانيا وبوتين يتمدد، لكن الشق الأصلي من الصراع لا أحد يتكلم عنه، وهو أن الغربيين والأمريكان يعيشون على النهب والسرقات. وفي الآونة الأخيرة في الشرق وفي بعض الدول الأفريقية والأمريكية الجنوبية تبدو الحاجة لدول الغرب شبه معدومة، والغربيين صار عندهم تخبط وتسونامي سياسي واقتصادي وتضخم غير مسبوق. الواضح أن أوروبا متفككة ومفلسة وتبيع وهم بالمديونية. حتى خطاب النوايا المعلن في أمن أوروبا الوهمي وتحالف الغرب مع بعضه والشنغن وميك أمريكا جريت أجين هو كلام هراء محسول. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، والأنظار الآن ترى على المعادن النادرة. والشاهد لما اجتاح البريطانيون والأمريكيتين وأبادوا شعبها كانت دافع أو من ضمن الدوافع معادن الذهب الموجودة في أمريكا وكندا. ولما اجتاحوا بلاد المسلمين كان لأجل ظهور النفط الأسود وخيرات المسلمين من ماء وأراضي خصبة. والدافع في احتلالهم لدول الأفريقية كان ولا زال معادن الألماس والذهب ومناجم اليورانيوم. فشرعيتهم هي الاجتياح والضرب وترهيب الضعفاء بالمجلس الرعب الأمريكي، نفس أهداف نابليون وهتلر، منطق القوة ودستور الغابة. والآن حربهم مع الروس. هل تعلمون أن جل مخزون العالم من احتياطات العناصر الأرضية النادرة يوجد في روسيا والصين وبعض الدول البريكس مثل البرازيل وفيتنام؟ الطاقة في الغرب تعوض من عبيدهم الطغاة في دول الخليج، لكن ماذا عن عناصر النادرة اللي تستعملها الدول الغربية مثلا في سبيكة المحركات السيارات والشاحنات، أو على سبيل المثال عنصر البراسيوديميوم لمحركات الطائرات جيت انجين وبوينغ وكابلات الألياف الضوئية، أو بلاديوم أو البلاتينيوم والروديوم لصناعة المحفزات أو الكاتاليست للتفاعلات الكيميائية الصعبة. البلاتينيوم والروديوم أغلى حتى من الذهب، يحتاجون إلى تلك العناصر إلى أطنان. والشاهد لما أعطى الكرملين الناتو حلا وهو التنازل عن 4 ولايات أوكرانية وأن تبقى أوكرانيا خارج حلف الشمال الأطلسي وخلاص ينتهي الحرب وكل من يرجع الحوشة. رفض الغرب كله الفكرة لأنهم يريدون النهب. الآن يتكلم الأمريكان عن احتلال القطب الشمالي والمعادن اللي بيها وبناء كاسحات الجليد. كثير من الشركات الغربية والأمريكية تستورد تلك العناصر من روسيا بسبب المخزون الكبير الذي تملكه، وما إن قطع الاستيراد سيواجه الغرب كله الفناء الذاتي حتى لو لم يحارب. فاتجاه الغربيين للسيارات الكهربائية ليس حبا للبيئة كما يزعمون، فهم يكذبون في كل الأحوال، بل النقص في تلك العناصر التي كانت تأتي إليهم من روسيا والصين بسعر رخيص. أما الحرب، ميدفيديف قبل أيام يقول يتعين علينا الآن أن نفعل كل ما في وسعنا حتى ينتهي مسار أوكرانيا الذي لا رجعة فيه نحو حلف الناتو، إما بزوال أوكرانيا أو باختفاء الحلف، يعني انتهت البروتوكولات. احتمال حدوث صراع مباشر بين الناتو ومجموعة البريكس أصبحت حقيقة. هذا الحديث ليس قعقعة سيوف، بل منطق بسيط لأي إنسان طبيعي يرى تلك الأحداث. أنا مالي علاقة وما مهتم أبدا إذا فطس مليون كافر. أقول الحرب على قدم وساق، وهو أمر مفزع ومرعب لإخواني المسلمين، لأن أعداد المسلمين بالغرب تقدر بعشرات الملايين. الكل قام يهدد بالحرب الشاملة والغير تقليدية ونقل الصواريخ النووية وبطاريات باتريوت وكينجال وسارمات ودنيا سودة. وأود أن أتكلم عن سيناريوهات نشوب تلك الحرب الخبيثة على المسلمين بالغرب، بغية تجنب المسلمين بالتورط والانخراط بهذه العاقبة الإلهية النازلة على الغربيين. إذا ما يجري كبير وكبير ولافت للأنظار، ويستحق أن تسمعوه وتتخيلوه، وتذكروا أن لا وقت للدهشة إذا نزلت المصائب. أول شيء في كل أزمة هي إغلاق المطارات وصعوبة السفر. مثلا بالعراق بالتسعينات طائرة ما كانت تطير لأكثر من عقد من الزمن. مثلا أزمات سوريا واليمن، أول شيء أغلقوا المطارات. وأخيرا في كورونا سدوا مطارات العالم كله وسقط قوة جواز السفر. مثلا عائلة كندية بالهند تحمل الجواز الكندي لم يسمح لها جوستن ترودو دخول كندا أثناء كورونا. ما كان معنا لأي جواز غربي ولا عربي. أنت تخيل نفس الأزمة تصير ولكن الطول مثلا 50 سنة وأسوأ مليون مرة من الكورونا. مثلا الآن المطارات في أوكرانيا ترى كلها معطلة وتستخدم للأمور العسكرية فقط وتضرب في الحين والآخر، فانسى صعود الطائرة. حتى إذا كان هناك تذاكر وسمحت لك السلطات الغربية بالفرار، فالتذكرة ممكن تصير بآلاف الأضعاف من سعرها الاعتيادي. يجب أن تستخدم الطرق الغير تقليدية للسفر مثل البحار. هاي إذا سمحوا لك الغربيين تسافر، يعني خلي أكون متفائل والسلطات الغربية عندهم رحمة. وإذا هربت من التجنيد ونجحت لازم تدفع آلاف اليوروات للمهربين حتى تعبر البحر. نفس مصيبة مسلمون روهانجا راح نشوفها بالغرب. لا أستبعد أن شواطئ الغرب تصير مثل شواطئ ميانمار. أنت كمسلم تصير نفس إخوانك في ميانمار، تبحث على قوارب الموت الخشبية للرجوع إلى بلدك. طبعا أمر المسلمين في أمريكا وكندا وأستراليا سيكون أصعب لأنهم سيواجهون المحيط، نفس المحيط اللي أمام أهل غزة.
أما أزمة قطع التيار الكهربائي بسبب عدم وجود الطاقة الآن بوادرها نشوفها، ولكن الأصل ضرب موارد الطاقة بالنبض الكهرومغناطيسي يقال له Electromagnetic Pulse. هاي التقنية تشيل بشكل كامل عمل المعدات الكهربائية مثل أجهزة الكمبيوتر والموبايل وأجهزة استقبال الديتا. إذا كنت ساكن بالغرب عليك في الأول وقبل ذلك كله أن تكتوي بالظلمة والعتمة، وهذه الظلمة ستطال كثيرين، والطامة أن الآخرين يعتقدون أنهم بمنأ عنها. الكثير يظن أنهم في أمان لأن الإنسان الغربي يوهمهم. يا أخي، مما يجلب سخط الله تعالى والذل والهزيمة ويبعدنا عن الإيمان أن يكون عدو الدين صادقا ومقدسا في أنفسنا، وأن يكون أفكاره وطريقة حياته وأطروحاته وكلامه الكاذب ووعوده الكاذبة محل تأس عندنا وقدوة. مستقبلا في الغرب راح يستخدمون المولدات الكهربائية الصغيرة مثل سوريا ولبنان والعراق، أو البطاريات السيارات يشحنونها كل فترة مرة مثل الإخوة في سوريا لشحن الموبايلات أو الضوء الصغير بالبيوت. وأنا أرى أنه قريبا أوروبا راح ترجع إلى عصر الحجر والقرون الوسطى. والشاهد الآن في بعض الناس كانت تستخدم أنابيب الغاز بالبيوت، ولكن بدأت بإغلاق الأنبوب الغاز الحكومي وشراء قنينات البوتاغاز، يعني رجعوا إلى عهد الأسطوانات وجمع الحطب، لأن بدأوا بشراء الحطب من أسواق إلكترونية يخزنونهم بالبيوت تحسبا. الأزمة الأخرى هي الحرب السبرانية والقطع الإنترنت والشبكات البنكية ونظام السويفت كود. الحرب السبرانية تشيل الاقتصاد والقطاع المالي والمصرفي والصناعات الحيوية والتصنيعية والقطاع العام والحكومي والمواصلات كلها. يعني خلاص أي دولة معتمدة على النظام المايكروسوفت تنشل بشكل كامل. تكلمت فيها قناة الجزيرة، تقول الجزيرة أنه 97% من إنترنت العالم تمر عبر كابلات الألياف الضوئية اللي في قاع المحيطات، وهذه الكابلات كلها مهددة بالضرب. ضرورتها وأهميتها أكثر من أنابيب الغاز والنفط. إذا اليوم مثلا واحد تخبل وهجم عليهم، لا يبقى لا واتساب ولا إيميل ولا سوشيال ميديا ولا فلوس. كل أموالك بالبنوك الغربية تصير عبارة عن أرقام دون فائدة، أرقام وهمية مثل البيتكوين. حتى الآن ترى غير مسموح لك تأخذ فلوس كاش من البنك بكمية محددة بالمطارات. أما أزمة الطب والمستشفيات في الحالة العادية والاستقرار، ترى الطب والتداوي بالغرب يعني كله كذب، عبارة عن مواعيد لمدة شهر أو شهرين. يعني مستقبلا إذا اشتدت الأزمة في المستشفيات راح يداوون الجرحى من الجنود وأهل البلد، وليس أنت كمسلم. مثلا أنا عندي رعاية اجتماعية والصحية لازم أخليها على الصفحة، وبطاقة التأمين عوفها. إذا رحت للمستشفى يقولوا لك روح اطلع برا، يطردونك وبإزدراء. هاي إذا أحسنت الظن بهم، وأقول أنهم سمحوا لك تتجول وتتجرأ أن تعبر عن المرض والحالة الصحية مالتك، علما أنه حتى الآن أكو نساء مسلمات تخاف تزور الطبيب وتطلب الدواء، تخاف على أولادهم يخطفون بعد زيارة الطبيب. يعني حتى شركات صناعة المعدات المستشفيات والأدوية تعاني من أزمة الطاقة والإفلاس. أكو شركة اسمها بايوتك كامباني دائما تتكلم عن البنكرابسيز. الأوبئة أيضا راح تنتشر بسبب الاكتظاظ السكاني وعدم الرعاية الصحية والدواء والماء للتنظيف والوساخة اللي عندهم، علما أن السكن بالمدن سينتهي أو سيقل، والعماير كلها ستكون مهددة بالضرب. أبراج السكنية راح تصير فارغة. لا تفكر عندك شقة مشتريها بنصف مليون في الطابق الأعلى بها فيو، مشتريها بالربا وبالديون ومتونس وعبالك خلاص أنت في بر الأمان والسعادة الأبدية. لا مصعد ولا ماء ولا كهرباء. أصلا المصعد شلون يشتغل بدون كهرباء؟ وحتى الآن ترى أسعار الشقق رخيصة وما حد يشتري. الكل ينتظر الأزمات، والشاهد في بيوت مع مزرعة وأرض في أوكرانيا ب$1000 وما حد يشتريهم. $1000 تخيل. حتى هم الغربيين إذا صابهم الإفلاس راح يحاولون يلاقوا لهم منفذ، وغالبا هنا هي عوائل المسلمين. يعني يدخل ببيتك ويأخذك أنت كمسلم كشخص كغنيمة ويبيعك كسلعة مقابل الحصول على طعام أو مقابل دابة. خطف الرجال وحبسهم بالبيوت وحدائق الحيوانات، وسووها لما جابوا الأفارقة وحبسوهم بالأقفاص وقالوا هاي فصيلة جديدة من القرود، وهؤلاء الأفارقة كانوا يباعون ويشترون. سووها في القبل ويسوونها الآن بحبس الأطفال في دور الرعاية. هذا سجن للتعذيب واغتصاب وبيع الأطفال، تجار بشر يقول لك دار رعاية. فالعبرة بالأفعال وليس بالألفاظ، وراح يسوونها أيضا في المستقبل. وين تلبد؟ يعني أين ستختفي؟ ترى الأمور قاعدة تتغير. اليوم إذا أنت تسافر بكيفك إلى أمستردام أو ميلانو حتى تشوف الموضة أو العري في باريس وبرلين، ترى بعدين راح تضيق عليك أوروبا كلها بما رحبت. راح يصعب عليك السفر من مدينة إلى مدينة كصعوبة أو كاستحالة السفر من إدلب إلى دمشق، أو كاستحالة السفر من غزة إلى القدس أو إلى سيناء. وتلك الأيام نداولها بين الناس. الأزمة الأخرى هي أزمة المجاعة، لأن جل الطعام الموجود هو عبارة عن استيراد، مثلا القمح من روسيا وأوكرانيا، والشاهد الآن قاموا يربون الصراصير ويجففوهم ويطحونهم مي الخبز. تخيلوا الآن أصلا أكو في الغرب مجاعة، والغربيين ترى لا أظن يأكلون لحم ودياي وسمك، حياتهم حياة تقشف، وراح يشتد ذلك التقشف قريبا إذا وقفت التجارة، لأن حركة السفن والتجارة راح تتعرقل. يعني حتى المتجر أو المولات أيضا ما يخلونك تدخل مثلا بيهم براحتك وتشتري، تاخذ لك عربانة أنت وزوجتك
وتعبي بها وتشتري ما لذ وطاب. يوجد كمية محددة جدا من الطعام وهو لأهل البلد، ولكن أنت عربي إذا سمحوا لك تتجول يجب أن تبحث في فضلات طعامهم حتى تعيش، علما أنه الآن فيهم من المسلمين بالمساء تدور بالزبالة حتى تلاقي شيء تاكله. وهاي المشاهد المخزية البحث بالزبايل أشوفها تقريبا كل ليلة. للتجربة، أنت اليوم طلعت صوم يوم لو يومين وظل خلاص يعني دون إفطار، وجوع روحك وروح اقعد في مكان ما بطعام، ومن شدة الجوع حتى تعيش ابدأ بأكل أوراق الشجر حتى تتخيل الضيم والقهر عند إخوانك أهل غزة، وتتخيل الجوع في المستقبل بالغرب. هل ممكن تعيش؟ مستحيل. هذا الكلام كله أقوله أن الحكومات الغربية ما لها علاقة، وأريد أحسن الظن بها، وأتكلم بمنطق المنبطح، وأقول أن المسلمين سيبادون في وسط الشعوب الغربية، والحكومات تحاول أن تكون خارج اللعبة. ولكن الأصل أن وجود المسلمون بالغرب لم يكن من باب العبث أو محض الصدف، وإنما هو استراتيجية. المخابرات الغربية وجدوا ضالتهم في استيراد العبيد من التسعينات إلى يومنا هذا تمهيدا لهذه النوع من الأزمات. في كل اجتماعاتهم يتكلمون على أرواح المسلمين دون حياء وبكل وقاحة، وكأنهم أرواح دياي أو فئران مختبر. هذا المشاهد لخطف الأطفال ترى صدقوني ما هي إلا غيض عن فيض. المصيبة النازلة في الغرب على المسلمين لا يستطيع اللسان وصفها ولا الخيال تصورها، لكن هيش تتكلم حسب التجربة والتاريخ. إذا قامت الأزمة راح يسحلون المسلمين من بيوتهم ويودوهم للمعسكرات. الرجال والنساء المتزوجين كل واحد راح يرسلوه إلى معسكر مختلف. طبعا أنت كمسلم ما راح تنام بالكامب مع الجنود، إذا نعست لازم تنام بالسواتر، هيك يودونك في خطوط الأمامية للقتال، يسوونك كبش فداء، روحك تكون فداء لقوم لوط. والزوجة مالتك أو إذا كان سيدة من دون زوج طبعا تعرفون تماما شو يسوون بهن. الأمر معروف وواضح، يرجع نفس نظام الرق، يستخدمونهن للطبخ ولخدمة الجرحى وغسل الملابس مات العساكر والتعذيب والضرب، وفي المساء لأمور التحرش والاعتداءات. ترى الغربيين وحوش متقدمين جدا بالفواحش والرذائل، والإجرام عندهم متجذر. بعد ماكو سوشيال ميديا مثلا اكو سيدة تطلع تتكلم واحد يتعاطف وياها مثلا. يا اختي الفاضلة، تكون عندك خيارين امامك لا ثالث لهما، هو الصبر او الانتحار. اما الاطفال راح يودوهم الى معسكرات التدريب كم شهر او سنوات قليله تاهيلا حتى يلحقونهم بابائهم. طبعا انت ما عندك اي اتصال ويا زوجتك وما تعرف عليها اي شيء، واصلا ما عندك موبايل. هاي اذا كانت تكون موبايلات ما راح يعطونك موبايل بالجيش. لا تظن انهم يتركوك تذهب بسلامه، يعني جل المسلمين راح تنقتل، واذا هربت فستهرب لوحدك دون عائله، وراح تتمنى الموت في كل يوم. اما الكبار بالعمر تعرفون شو يسوون بهم؟ احتمال كبير راح يذبحونهم وياكلون لحمهم، وهذه حصلت في تاريخ الغربي. في الغرب اذا تحصل اقل ازمه كانوا ياكلون لحوم بشريه. مستعمرو الامريكا من اكل اللحوم البشريه، تكلمت فيها قناه BBC. اصلا انت اكتب كانيباليزم ان يوروب تطلع لك مصائب. مثلا في سنه 43 تم نقل ما يقارب 100,000 من جنود الالمان الى معسكرات اسرى في سيبيريا، ولما جاعوا ذبحوا قسم منهم وكلوهم. الحصار والمجاعة في بلاد المسلمين مثلا في غزة وغيرها راح يشوفونها الغربيين أنفسهم. مثلا البريطانيين كانوا يذبحون السكان الأصليين كل رأس مقابل 5 جنيه استرليني فقط، والطفل بجنيهتين. جرائم صياد العبيد في أستراليا المهنة الأحقر على مر التاريخ، اغتصاب وقتل النساء وحمصوا الأطفال أحياء بالنار، وحشية بكل المقاييس، والسبب هو اختلاف اللون البشرة فقط. اكو واحد من السكان الاصليين اسمه ويليام لاني، لما جابوه هو وامه وقطعوهم افخاذ وجتاف وقاموا يبيعون بالاعضاء مالتهم بين الملوك باوروبا. اكو بهم من الغربيين اصلا عندهم مرض وادمان على اكل لحوم بشريه. فظائع بشعه بشراستها حدثت في سنه 78 وفي سنه 90. حتى الان ترى نفس الشناعه موجوده، يقطعون اعضاء الذكريه للرجال واثداء البنات في عمر الورد، يعني يشقون بطن البنت ويقطعون الشرايين والعروق ويطلعون الرحم من مكانه، أو تشريح الجثث وبيع القلوب والكلى والكبد على تجار أعضاء بشرية. وأخيرا فضيحة بيتزا جيت، 8 مليون طفل يودوهم إلى جزيرة يذبحونهم ويسوون بهم الأفاعيل والمصائب. حتى الآن بعد كل ألف جريمة بحق الأجانب اللي صار فيها ضجة إعلامية هيك يطلعونها بالإعلام حياء غصبا عليهم، لكن كثير من المصائب ما نعرفهن. أما الحرب الغير تقليدية اللي هدد بها بوتين وجماعته ترى ليست فقط من البحار والأراضي والنووي والبيولوجي والاقتصادي والنفسي، ولكن إن كان هناك من يعتقد أن الخبر ما زال لا يحمل من اللطمة ما قد يخل بتوازن الغرب، ترى بعد نايم والحرب لا زال لم تبدأ. فما زال في جراب الحاويين الصين والروس وحلفائهم الكثير لإبهار الغرب ودب الجزع في أوصاله حتى في الفضاء عبر بناء تحالفات هذه المرة. يتكلمون على تعطيل نظام GPS والإنترنت التابعة لإيلون ماسك، ناهيك عن قطع كابلات الألياف الضوئية اللي حكيت بها آنفا. لا جواز سفر يفيدك، ولا دولار ولا يورو، لا عملة ورقية لها معنى، يعني لا سفينة تتحرك ولا درون ولا طائرة تطير دون نظام GPS. حتى أنت إذا تريد تهرب من تلك الأزمة مشيا على الأقدام راح تضيع، ما تعرف وين وجهتك. هاي إذا سمحوا لك أن تهرب على قدميك عبر الطرق الغير نظامية والغابات. الكثير راح يموتون بالطريق من الجوع والعطش والتعب. لا حد يقول أني متشائم، ترى ماكو مجال للتفاؤل ولحسن الظن. أنت دحق يا أخي، خلي ببالك حدوث واحدة فقط، واحدة من هذين الاحتمالات اللي حكيت بهن، ولا تعطي للغربيين كل ثقة مالتك.
فالمصيبة كبيرة، والكل أو الكثير ترى يعرف الحل. كلامي ليس موجه للاجئين الهاربين بدينهم ينتظروا مثلا جواز سفر ويترتب على عدم أخذه ضياع الدين وإتلاف النفس، لأن من مقاصد الشريعة اللي جاء بها الإسلام هن حفظ الضروريات الخمسة: حفظ الدين والنفس والعقل والنسب والمال، وزاد بعضه العرض. الملايين من المسلمين ترى ما عندهم مشكلة في بلدهم على صعيد الدين والأمن، وجايين لجني الأموال ووصول إلى الحياة الرخاء والسعادة المزيفة، وتقديم حفظ المال على الدين والنفس والنسب. مقاصد الشريعة أصبحت بالمقلوب عند الكثير من الناس، يعني حتى المال إما راح يضيع بعد انهيار نظام السويفت أو يبقونه. أكو نهي أصلا من أن يكون هدف الإنسان الأصلي هو بناء جنة دنيوية، كما قال صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، يعني لا تكثر، خليك خفيف أثناء المشي، لا تركن إليها. أصلا قضية الجنة الدنيوية الفانية والاستعجال عليها والحرب لأجلها هي من عادات النصارى واليهود، كما قال عز وجل: إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. ابن عثيمين الله يرحمه يقول: الرفاهية هي التي تدمر الإنسان، لأن المسلم إذا نظر للرفاهية وتنعيم جسده غفل عن تنعيم قلبه وصار أكبر همه كهم الدواب، أن يأكل وينعم ذلك الجسد الذي مآله إلى الديدان والنتن. يا أخي، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشبع هو ولا أهله من خبز الشعير. لا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. يعني بعد حفظ الدين والنفس والأولاد تالي تفكر بالحياة الرفاهية، ما يصير تروح لحياة الرفاهية في طريق بها معاصي أو محاربة الله مثلا بالربا. مثلا اكو واحد قاعد بوسط النصارى من الصبح لليل يمشي للعمل ويصافح النسوان، او مثلا يقعد وياهن ويتريق وياهن الصبح ومزاح وضحك، وفي وسط نساء شبه عاريات 98% من جسدها يبين، ويقول أن الله سبحانه وتعالى غفور رحيم إذا سألته. أكو مغالطة بالإيمان عند المسلمين بالغرب، يعني يؤمن أن الله سبحانه وتعالى غفور رحيم وعلى هذا الأساس ماخذ راحته، ولا يؤمن بأن الله سبحانه وتعالى رزاق كريم بنفس المستوى. كما قال الشاعر: تقول مع العصيان ربي غافر، صدقت ولكن غافر بالمشيئة، وربك رزاق كما هو غافر، فلما لا تصدق فيهما بالسوية، فكيف ترجي العفو من غير توبة، ولست ترجي الرزق إلا بحيلة. لابد أن تؤمن أن الله سبحانه وتعالى رزاق كريم، وهو شديد العقاب، وهو سريع الحساب، كما تؤمن أنه غفور رحيم. لابد أن تتعرف على الله عز وجل بما عرف به نفسه من أوصافه الدالة على الجلال والجمال. الجلال أوصاف القهر والخوف اللي تخلي بالقلب مخافة الله تعالى، والجمال أوصاف الترجية اللي تبعث بالقلب محبة الرحمن والرغبة فيما عنده مثل الرحمة والمغفرة والرأفة. عندما تعرفه وتؤمن به حقا فستقبل إليه وتخشاه. لابد أن تتأدب مع الله عز وجل. الأدب مع الله أن لا يراك حيث نهاك، وأن لا يفقدك حيث أمرك، وأن تتواضع لعظمته وجلاله وحكمه الشرعي، وأن تبادر إلى مرضاته. فسوء الأدب مع الله أن يفتح بابه أمامك لنجاتك فتوليه ظهرك. كثير من الناس لا يدور أمر الآخرة أو حكم الشرعي في خلد أحد منهم. أينكم من قول الله تعالى لما قال: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار؟ دحق يا أخي، العقل لا قول له في مقابل الشرع. عندنا دين يعني تدين به ويكون هو الحكم الوحيد والمرجعية المطلقة في كل حياتنا. مثلا أنا أأثم حتى أطلع فلوس أثناء فعل الشنايع والموبقات هو زنا العين. النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين تزني، والاختلاط ورؤية كل ما حرم الله عز وجل، وضرائب تذهب إلى قتل إخواني وادعم قوم لوط وحسب نفسي في خير. هذا ما هو خير، هاي مصيبة كبيرة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. وقال أيضا: قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. يعني شنو؟ يعني خليه مرتاح بالمعصية وهو عبالة في خير. أنا في مصيبة كبيرة جدا جدا، فانتبهوا وفيقوا. يعني الدينار في بلدك مع حفظ الدين أفضل لك من 1000 يورو في الغرب مع وجود المعاصي. وما عند الله لا ينال إلا بطاعته فأجملوا في الطلب. أكو واحد يقول دولنا ما بيها خير، ولكن أنت طبق ربع المجهود اللي تطبقه بالغرب وراح تكون أكبر تاجر. الناس في الغرب يعملوا المستحيل، ولا أشك قيد أمل أنك ستكون مليونير. وأخيرا أذكركم بآية سمة المؤمن كما قال الكمالي: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم قاطع للخيرة، لا يترك لك الاختيار. الاختيار يأتيك في محل ليس فيه كلام ربنا أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه علامة المؤمنين. يقول الفقهاء: ترك الانقياد لله ورسوله والاعتراض على حكمه وعدم الإذعان لقضائه وسنة رسوله طرق للباب الضلال المبين، لأن قال سبحانه وتعالى في آخر الآية: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. إن الله سبحانه وتعالى تخافه مخلوقاته العظيمة حتى من الجماد. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. جبل حجارة صلدة تخشع وتخشع.
لهذا الله سبحانه وتعالى يأمرنا أن نخافه. وإذا عرفت ربك حق المعرفة لابد أن تخشاه، يجب أن تتعلم ولا تكن جاهلا بالله ولا تتكبر على حكمه الشرعي. ولهذا كان أعظم العالمين بالله سبحانه وتعالى هو أعظم الخاشعين له، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. والكل ترى يعرف الحل. مثلا الأخت التي سرقوا لها بنتها وأعطوها لعائلة شاذة، أنا سمعتها ترس إذني تقول يا ليتني ما أخذ بنتي إلى المغرب قبل العملية الجراحية. شفت الحل كيف جاها مباشرة بعد نزول البلاء؟ أكو أخت سورية تقول يا ليتني مت في القصف ولا أرى بنتي تزني أو تغتصب، يا ليتني فعلت كذا. هذا اليا ليت ترى بعد ما يفيد إذا نزلت المصيبة. فالعاقل الآن يقرر، يعتبر الذكي المؤمن من أقرانه، السعيد من اتعظ بغيره، والشقي من اعتبر من نفسه. أنا أرى أن تعدوا أنفسكم لما يمكن أن تتمخض عنه الأحداث والمصائب، واختلط الحابل بالنابل عند اختلاط الأمور فلا يعرف الإنسان وجهته. الأمر جلل يتعين عليه كفر وإيمان وموت وحياة وجنة ونار. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.